أهلا وسهلا بيكم في قناة غواص في بحر الفلك. معاكم رشا سامي، والنهاردة وصلنا لآخر محطة أو آخر برج في الدايرة الفلكية، برج الحوت. زي ما لو كنتم متابعينا الحلقات اللي فاتت، احنا مشينا بترتيب الدايرة الفلكية من أول برج الحمل ثم الثور، وصولا النهاردة لآخر محطة برج الحوت، اللي محير ناس كثيرة جدا بسبب ان صفاته يعني تكاد تكون في الأول واضحة ومعروفة، ان هي يعني ليها شوية سمات كده الناس كلها عارفاها، وبيكتشفوا انه بحر غويط ملوش قرار، في حاجات كتير قوي ممكن تكون بتلخبط الناس. فممكن لو انتوا حابين تعرفوا الأسباب تخليكم معانا، هقول كل التفاصيل اللي ممكن تكونوا حابين تعرفوها عن ملك الأسرار، ملك البحار، برج الحوت. في البداية لازم نعرف ان